السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في مطبخ أوركيديا، فيديو جديد ووصفة جديدة إن شاء الله. اليوم غادي نحضر معكم واحد الكيك كتجي غزالة، كتجي لذيذة وبنينة وهشيشة، وشنو ما نقول في هذا الكيك، فخطيرة بزاف 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 بزاف. أنا متأكدة إلا جربتوها غادا تعجبكم، بمكونات اللي بسيطة وكتجي معلكة وهشيشة وكتذوب في الفم. القهوة والشوكولات اللي كيتواتاو مع بعضياتهم وكيجيو خطيرين وبمكونات سهلة وبسيطة. فخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير اللي غادي نحتاج لهاد الكيك، لأنها بدون دقيق، غادي نحتاج الهيرنيس ديال درهم. عندي هنا 4 الباكيات ديال الهيرنيس. عندي كاس ديال السكر اللي ما عمرتوش مزيان، وكاس ديال الزيت حتى هو ما عمرش مزيان، وعندي كاس ديال الحليب بارد، وجوج ديال البيضات، وملعقتين كبيرتين من الكاكاو المر الممتاز فكيجي خطير في هاد الكيكه. وعندي هنا ملعقه من الخل اللي كيعطي الكيك الطراوه وكتجي الكيك ديالنا غزاله. وهنايا عندي الملح، وكيسين من خميرة الحلويات من فئة 8 غرام في كل كيس. وعندي المول اللي دهنته بالزبدة ورشيته بالدقيق. هنايا غادي ناخد اول حاجة غادي نعمل هي الهيرنيس. الا بغيتو تعملوا المكونات كاملين في المولينكس فممكن تعملوهم في المولينكس او في الطحانة الكهربائية. انا هنايا غادي نطحن المكونات بالبجباجة او الخلاط اليدوي، كل واحد شنو كيسميه. هنايا عملت الزيت والحليب والسكر، وغادي نضيف الملح وملعقة من الخل والكاكاو المر، ومن بعد غادي نضيف بيضتين بحرارة المطبخ، وغادي نخلط المكونات او نطحن المكونات مزيان مزيان حتى يتجانسوا لي المكونات. وإلا بقاو شي طريفات ديال الهرنيس فماشي مشكل يبقاو، فكيعطيو منظر مزيون. ملي كتجيو تقطعوا الكيك في الاخر غادي تشوفوا كيفاش ملي قطعتها كيجي المنظر ديالها، كيجي المنظر ديالها غزال. هنايا من بعد ما طحنت المكونات غادي نضيف خميرة الحلويات. عملت كيسين، الا بغيتو تعملوا ملعقة كبيرة ممتلئة. غادي نطحن المكونات مزيان حتى تجانس لي خميرة الحلويات مع الخليط. وغادي ناخد المول اللي غادي ندخلو الفران، غادي نخوي فيه الخليط ديالي. بالنسبة المول الا بغيتو الكيكه تجيكم عالية ممكن تعملوا المول اصغر من هذا اللي عملت. انا كتعجبني تكون رقيقة شوية، كتجي زوينة وكتجي شاربة الشوكولات، كيدخل لها الشوكولات وكتجي غزالة، كتجي لذيذة. هنايا غادي نعمل الكيكة في الفران ونخليها تطيب على نار اللي كتكون متوسطة لمدة 25 دقيقة. وغادي ندوز نحضر معكم الصوص ديال الشوكولات اللي كيجي خطير وكيجي بنين بزاف بمذاق القهوة. عندي كاس ديال الحليب وملعقتين من النشا او المايزينا. عندي ملعقة من القهوة سريعة الذوبان، وملعقة كبيرة ممتلئة من الكاكاو المر والسكر. غادي ناخد واحد الكاسرونة اللي غادي نعملها على النار، وغادي نعمل فيها الحليب بارد. غادي نضيف الكاكاو. دائما عملوا الكاكاو من نوعية جيدة، فيه واحد المذاق مزيون. وغادي نعمل القهوة سريعة الذوبان. عملت ملعقة صغيرة ممتلئة، الا بغيتوا تعملوا اكثر فعملوه، فهاد الصوص كيجي غزال. هنايا عملت النشا او المايزينا فكيتقل لنا الخليط وكيجي الخليط كريمي غزال. غادي نعمل 3 المعالق ديال السكر. دائما الحلاوة حسب الذوق، الا بغيتوا تعملوا اقل ممكن تعملوا اقل، الا بغيتوا تعملوا اكثر ممكن تزيدوا السكر. انا عملت 3 المعالق، جات الحلاوه د الكريم معتدله، جات حلاوه مزيونه. غادي نعمل الخليط على النار ونخليه حتى يعقد، عاد غادي نضيفوه على الكيك. هنايا الكيكه ديالي كتكون طابت، خرجتها من الفران، كتجي هشيشه ورطبه وزوينه.
غادي نسقيها بداك الصوص اللي حضرت معاكم من قبل. الصوص اللي كتجي غزاله وكتجي لذيذه. بامكانكم هاد الصوص تعملوه لوليداتكم يدهنوه في الخبيزه ومع الحريشات، فكيجي القوام ديالها مزيون. وإلا عملتوها في الثلاجه فكتشب راسها وكتقال وكتجي لذيذه وزوينه. فهنايا كيف ما شفتوا معايا، من بعد ما خرجت الكيكه من الفران وخليتها بردت واحد شويه، غادي نعمل الصوص وهي سخونه باش هكا تشربها الكيكه وتجي الكيكه ديالنا معلكه وشاربه الشوكولات. بالنسبه للتزيين فلكم الاختيار، بامكانكم تزينوها باي حاجه عندكم متوفره. انا عندي هاد الحبيبات بالالوان كيعجبوا وليداتي ففضلت نزوق بيهم. بامكانكم تزوقوا بالكوك او الكاوكاو او اللوز، لكم الاختيار. هنايا غادي نخلي الكيكه تبرد حتى تبرد تماما، عاد غادي ندخلها للثلاجه ونخليها لمده ساعتين او 3 ساعات حتى كتبرد مزيان مزيان. عاد غادي نعملها مقدمه. فهاد الكيك كيجي معلك وكيجي هشيش وزوين وكيستحق التجربه. الا جربتوه فانا متاكده غادي يعجبكم بزاف بزاف. وغادي نقطع معكم الكيكه باش تشوفوا القوام ديالها وتشوفوها كيفاش كتجي رطبه وكتجي هشيشه ومعلكه. وداك الصوص الشوكولا فالمذاق ديالو خطير، لان القهوه والشوكولات كيتواتاو مع بعضياتهم وكيجي المذاق ديالها مزيون بزاف بزاف. هنايا غادي تشوفوا كيفاش كتجي رطبه ومعلكه. هنايا كنكون كملت معكم وصفة اليوم. كنتمنى الوصفة تنال الاعجاب ديالكم وتشاركوها مع الحباب والاصدقاء وتوصلوا معايا الفيديو الاكبر عدد من الاعجابات. هنايا غادي تشوفوا القوام ديال الكيك كي كيجي معلك، كتجي شاربه الشوكولاط وداخله الشوكولاط كامله، كتجي رائعه في المذاق. المذاق ديالها خطير بالخصوص ملي كتخليوها حتى تبرد تماما، كتجي غزاله كتجي لذيذه. كتجي هشيشه. فكيف ما قلت لكم واخا ما طحنوش مزيان داك الهرنيس فكيجي المنظر ديالو مزيون في الكيك، كيجي المنظر ديالو غزال وحتى المذاق ديال الهرنيس. وكيف ما ذكرت معكم في الاول فالكيك ديالنا بدون دقيق، ما فيهاش الدقيق بصفه نهائيه، وهرنيس لذيذ وكيجي مزيون في هاد الكيكه وكيتواتى مع الشوكولاط والقهوه. وهنا كنكون وصلت معاكم للنهايه في فيديو آخر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.